أنت جهز نفسك يوم عرفة، جهز رطب قلبك عشان يكون الدعاء حاضر. ثم إذا جاء يوم عرفة، أولا أعظم رجاءك في الله، لا تقنط، فإن الله عند عبده، عند ظن عبده به. أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك، هذا يوم عظيم يغفر الله فيه الخطايا. الثاني، إذا جئت تدعو فتأدب بآداب الدعاء، قدم بين يدي دعائك صدقة، توضأ، توجه للقبلة، ارفع يديك، أطل الثناء على الله، فإن الله يحب المدح، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، وهو الله المستحق للمدح سبحانه الله. أي والله، ترى البشر مهما فعلوا لك مدحهم هو فرع عن مدح الله، لولا الله ييسر لك ما نفعك فلان وفلان. فأطل المدح والثناء على الله. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء الله. فلو لو كان كل دعائك من أوله إلى آخره ثناء على الله يكفي. ثم بعد ذلك قل ما في قلبك، واستحضر قرب الله ودنو الله عز وجل من عباده في ذاك اليوم، وأنه يراكم جميعا، يسمع كلامكم ويحبكم، يحب أنك. ترى لو ما يحبك ما جاء بك،